المأمول من هذا الكونفرنس أن يبعث رسالة أولا إلى المحيط بأن الكرد أصبح لهم موقفا واحدا، أصبحت لديهم مطالب موحدة، ولا يستطيع أحد أن يخترق هذه الوحدة أو هذه المطالب. طبعا هي رسالة للأصدقاء بأنهم يستطيعون الاعتماد على الشعب الكردي المنظم بكافة فئاته، وأيضا لبعض الخصوم الذين يريدون أن يجعلوا الشعب الكردي خصما لهم بأن هناك وحدة الصف، وعملية الاختراق أصبحت صعبة جدا، ولا بد من التعامل مع الوضع الجديد بجدية أكبر، وأخذ مطالب الشعب الكردي بجدية مثل مطالب جميع شعوب المنطقة في التحرر وفي العيش في دول ديمقراطية تقبل التعدد والتنوع وتعترف بالآخر دون أي إقصاء. هذه كبداية ما نعتقد بأنه سينتج عن هذا الكونفرنس، وأيضا هو دفع للقوى السياسية والأحزاب السياسية الكردية لتنظيم صفوفها أكثر، والمطالبة بحقوقها كما هي مشروعة في القوانين الدولية والشرعية الدولية. أيضا هذا يؤدي إلى بعض أو الكثير من البهجة والسرور في الشارع الكردي، وسوف تلقى الأحزاب الكردية لاحقا باعتقادي دعما كبيرا من الشعب الكردي، سواء بالانضمام أو بتنظيم الصفوف أكثر، لكي يتمكنوا من الحصول ما سوف يتم الإعلان عنه في ختام هذا الكونفرنس.